الخسارة في الكرة عادية، ومونديال 2026 اللي حبسنا فيه في الربع راه ماشي سهل، ولكن الطريقة باش خسرنا مع فرنسا بجوج زيرو هي اللي بقات كدور في الرأس وكتطرح ألف علامة استفهام. كاع ما ولفنا نشوفوا الأسود مستسلمين بهذه الطريقة. وفين مشات ديك القتاليه والجرينتا اللي لعبنا بها في المباريات اللي قبل؟ المشكل ماشي حيت خسرنا ضد فرنسا فرقه كبيره وكل شيء عارف هذا الشيء. المشكل هو كيفاش تماركوا علينا هذوك الجوج ديال الاهداف. اللعابه ديالنا بحال طاح لهم الماء في الركابي، غاب التكافؤ البدني والذهني وكانوا غير سالفين في وسط الملعب. الشوط الثاني اللي مولفين فيه كنشوفوا اللاعبين كيتقاتلوا وكيحاولوا يرجعوا في النتيجه، بان فيه واحد البرود غريب وشعور بالاستسلام من البدايه حتى النهايه. واخا كنديروا الاستحواذ ولكن غير تمريرات لا فائده منها. في انتظار نديروا خطا ويخطفوها لينا، وضربه جوج كتلقاهم كيهددوا المرمى ديالنا. هذه ماشي هي الهويه المنتخب اللي ولفنا. وزيد عليها النجوم اللي كنا معولين عليهم يهزوا الفرقه في هذا الماتش هذا بانوا بوجوه باهته بزاف. وناحي ابراهيم دياز اللي كنا كنتسناو منهم اللمسه السحريه غبروا مع الرقابه وما لقاوش الراحه ديالهم. وحتى اشرف حكيمي وايوب بوعدي حتى هو وسط هذه المنظومه اللي بانت اليوم طافيه وبلا روح. فاش كيطيح المستوى الفردي ديال الركائز الاساسيه في دقه واحده الفرقه كامله كتشل. وهنا فين كيجيو التساؤلات المشروعه ديال الجماهير. فين هو رد الفعل؟ علاش فاش تماركا علينا الهدف الاول ما شفنا حتى شي محاوله في الرجوع بالنتيجه؟ حنا ولفنا منتخب كيموت حتى الدقيقه 90، منتخب كيرفض الهزيمه، ولكن ضد فرنسا دكه البدلاء بانت خاويه من الحلول. واشرف حكيمي ما كانش داك الكابيتان وسط الملعب اللي كيرتب الصفوف ويهز المورال ديال اللاعبين فاش طاحوا في انهيار ذهني. وصراحه ما تسنيناش من المنتخب هذا البرود التكتيكي في ماتش بحال هذا. في الاخير هذا الماتش هذا خاص يكون جرس انذار حقيقي. هذا الخروج البارد خاص مراجعه كبيره، ماشي غير في الخطط بل حتى في العقليه اللي خاصها تبقى ديما باغا تربح واخا يكون قدامها برازيل ولا فرنسا. خسرنا كارد فينال ماشي نهايه العالم، ولكن الهبه اسود الاطلس خاصها ترجع حيت هي كل شيء. دابا الدور عليكم، قولوا لي في التعاليق بكل صراحه واش اللعابه هما اللي عياو ولا القراءه الماتش من المدرب والطاقم هي اللي كانت السبب.